طيب الجزئية بقى رقم 13 وهي حل ثلاث معادلات. كده خدنا حل معادلة واحدة، حل معادلتين. تعال بقى نشوف حل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل من الدرجة الأولى، في ثلاث مجاهيل من الدرجة الأولى. عندنا مثال أهو بيقول لك أوجد قيمة A و B و C. بسم الله، ثلاث معادلات أهو. بص، سالب 2A زائد B سالب 5C بيساوي صفر. المعادلة الثانية 3A زائد صفر B سالب C بيساوي 6. المعادلة الثالثة A سالب 7B زائد 3C بيساوي سالب 8. الحل بكل بساطة برضو بالآلة بتاعتك على طول مود 5 2. يبقى لو انت عايز تحل معادلتين، مود 5 1 مود بعدين 5 بعدين 1. طب ثلاث معادلات مود 5 2. خلاص. عندنا في المنهج درس الرابع ان شاء الله في الفصل الاول اسمه قانون كيرشوف. المسائل بتاعته بتتحل بالطريقة دي. خلاص كده اهو، انا اديتك الاساسات بتاعتها في الكورس بتاعنا اهو. عندك ايه؟ مود 5 2. ادي يا سيدي يجيب لك ثلاث معادلات. طبعا في آلات مختلفة بيبقى لها نظام تاني يعني، بس انا بتكلم على ايه؟ الآلات المشهورة دي. عندك تضغط برضو سالب 2 بعد كده يساوي بعد كده هنا طبعا موجب بي. طبعا هنا في كام؟ في واحد، بس الواحد ما بيتكتبش، يبقى موجب واحد يساوي بعد كده سالب 5 يساوي بعد كده صفر يساوي. خلصت المعادلة الأولى، ادخل على طول على المعادلة مين؟ التانية. طبعا انت بتلاقي الآلة برضو انتقلت تلقائي للمعادلة التانية، انت بس بتضغط الأرقام ويساوي فقط، ما بتنزلش ولا بتعمل حاجة تانية. 3 يساوي صفر يساوي سالب واحد سالب واحد يساوي 6 يساوي بعد كده واحد يساوي سالب 7 يساوي 3 يساوي سالب 8 يساوي كمان يساوي. هتطلع علينا قيمة الاكس اللي هي الايه 1.83%. البي طلعت 1.19%. الزد طلعت بسالب 49%. مظبوط. طيب المثال الثاني يا شباب برضه جايب لي ثلاث معادلات اهو، بس مش مرتبين بقى. يبقى انت اول ما تضغط مود 5 2 وتدخل ارقام المعادله، معاملات المعادله، لازم ترتب الايه؟ المعادلات الاول. طيب احنا مثلا نخلي الايه في الاول ثم البي ثم السي، تمام كده. يلا نمسك المعادله الاولى، نجيب الايه في الاول. فين الايه؟ اهي سالب ايه، خليها في الاول اهو، تمام. بعد كده البي يبقى هنا كده زائد 2 بي. بعد كده السي، فين السي؟ اهي. طب السي في ايه؟ الطرف الاخر، الطرف الثاني، عديه معاهم باشاره مخالفه. هنا موجب 3 سي تعدي معاهم سالب 3 سي. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي الحد المطلق يا شباب ال 25، بس ال 25 كانت في الطرف الايسر، عدي لي الطرف الايمن برضه باشاره مخالفه يبقى سالب 25. خلاص يا حضرات. يبقى انت عندك الايه؟ بترتب كده الايه ثم البي ثم السي ثم يساوي ثم الحد المطلق او الناتج يعني، تمام. يلا ندخل على المعادله الثانيه. 5 ايه هاتها في الاول كده. بعد كده ندور على البي اهي سالب 4 بي. بعد كده ندور على السي اهي زائد 1 سي، تمام. زائد سي يعني بتساوي كام؟ 39 في الطرف الاخر. خلاص يبقى بشارتها زي ما هي. ادخل على طول المعادله الثالثه، نبدا بالايه. طب الايه مش موجود يبقى صفر ايه على طول. خلاص اللي مش موجود تحط له كده تحطه صفر. صفر ايه. بعد كده البي زائد بي. بعد كده السي سالب 3 سي. بعد كده يساوي الناتج كام بقى؟ الحد المطلق كام؟ خد بالك كده هنا 17 بالموجب تروح هناك سالب ايه؟ سالب 17 تروح هناك بالسالب يعني، تمام. بعد كده تضغط بقى مود 5 2. يبقى انت كده اول خطوه ترتيب المعادلات. ركز معايا، اول خطوه ايه؟ ترتيب المعادلات، تمام. تاني خطوه بالاله، تمام، بالاله الحاسبه مود. بعدين برضو تضغط على زرار رقم 5. بعد كده رقم كام؟ رقم 2 اهو، وتدخل الارقام بتاعتك بالترتيب اهو. ندخل بقى المعاملات. سالب 1 يساوي 2 يساوي سالب 3 يساوي سالب 25 يساوي. ندخل على طول المعادلة الثانية. 5 يساوي سالب 4 يساوي 1 يساوي 39. بعد كده صفر يساوي 1. بعدين نضغط يساوي سالب 3 يساوي سالب 17 يساوي كمان يساوي. هتديك بقى قيمة مين؟ اكس واي زد اللي هي A و B و C يعني. تدينا قيمة الايه بكام؟ 3. كمان يساوي قيمة الواي سالب 5 اللي هي البي. كمان يساوي السي اللي هي كام؟ 4.
ماشي يا شباب، كده بفضل الله خلصنا الجزء رقم 13. كده خدنا حل معادلة من الدرجة الأولى ومعادلتين وثلاث معادلات. ندخل بقى إن شاء الله في السبورة الجاية حل معادلة من الدرجة الثانية بقى، يعني أكبر أس عندك بكام؟ ب2.